يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا ليس بجهدي أو اجتهادي ولكن بتوفيق من الله. إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطيبة وفي هذه الليلة المباركة. نعم، فعلى موائد القرآن يحلو اللقاء، فكم قيم فينا القرآن للمخطئ سلوكه، وكم أزال عن المهموم همومه. هذا كما قلت ليس بجهدي أنا ولكن بتوفيق من الله. أشكر الشيخ عبد الوهاب والشيخ كمال اللذان لم يبخلان علي ولا ثانية من وقتهم، وأقد أهدي نجاحي هذا إلى أبي الذي كلله الله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه دوما بكل افتخار، إلى أمي التي حفزتني دائما إلى حفظ كتاب الله، إلى أخوالي وعمامي. أشكر خالي عبد المالك أيضا اللي راه يصور، إلى أخوالي الذين كانوا في سنوات العجاف كانوا سحابا ممطرا. أنا ممتنة جدا، وأتمنى يعني لو يكثر حفظة كتاب الله. كما قيل علموا أولادكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء. وبارك الله فيكم على تلبية الدعوة، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم وكل، وإن شاء الله هتجيب لي معلم له في الباك، نشكر ربي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نحن جد سعداء في هذه الليلة المباركة أن حضرنا تكريم طالبة آية، الطالبة المجتهدة المثابرة التي استطاعت في فترة وجيزة أن تحفظ القرآن الكريم وأن تتوج إن شاء الله عز وجل والديها تاج الوقار. أشكر والديها اللذان سهرا على أن أوصلاها إلى هذا التاج وإلى هذه المكانة المرموقة التي يتمناها كل طالب علم وكل شاب يرغب في رضا الله سبحانه عز وجل، لأن القرآن هو سائق الإنسان إلى كل الخيرات. نتمنى أن ينهل على منوالها أبناءنا وبناتنا إن شاء الله تعالى، وربي يتوجهم بحفظ القرآن الكريم. وبارك الله فيك سي عبد الملك، وجزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحابته المصطفى. نشكر الحضور جميعا لهذه الحفلة لختمة كتاب الله عز وجل آية سهلين. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ويبارك في جهودها، وتكون قدوة للبنات وللأبناء، لأن القرآن يرفع أصحابه ويضع الآخرين، ولذلك نشجع ونثمن كل ما يقوم به شيوخنا الأفاضل الشيخ عبد الوهاب والشيخ كمال شادي على ما قدموه لهذه الطالبة. وأيضا أشكر كل الشيوخ الأفاضل الذين يقدمون
جهودهم ويقدمون أوقاتهم من أجل تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا الجهد سيبني أمة إن شاء الله عز وجل، لأن أمة تقرأ القرآن ستكون أمة راقية، أمة متطورة، أمة تنهض تنهض بالأمم. والقرآن الكريم هو الذي جعل هذه الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.